ممكن تفتكر إنك بتتحكم تحكم كامل في قراراتك وأفكارك، بس يا ترى كم مرة القرار ده غيرته بحاجة تانية، حاجة بتحصل جوه عقلك وأنت مش واخد بالك. النهاردة هنتكلم عن 21 فخ عقلي وانحياز وظواهر نفسية غريبة تحصل جوه عقلك، حاجات مبرمجة جوانا كلنا كبشر. ممكن تعيش عمرك كله أو لحد لما تكبر وأنت مش واخد بالك إن دماغك بيقع في الأخطاء دي كل يوم. مش هتقدر تمنعها ولا تمسحها من دماغك، بس لما تكون واحد من القلة اللي بيعرفوا يلاحظوها ويشوفوها ازاي بتأثر على قراراتهم، وقتها بس هتبقى مفكر واعي أكتر وعاقل أكتر. السلسلة دي هتكون مكونة من جزئين، وهي مستوحاة من أعمال عالم النفس والحاصل على جائزة نوبل دانيال كانيمان، ومن كتابه العظيم التفكير السريع والبطيء. الفخ الأول، التنافر المعرفي. في مرة ثعلب دخل حقل عنب، شاف عناقيد العنب وحاول يوصل ليها. قفز مرة بس ما وصلش، قفز المرة التانية وبرضه ما وصلش، قفز المرة تالتة ووقع على الأرض. في الآخر رفع مناخيره وقال: العنب ده لسه مستواش، وأنا أصلا مش عايز عنب حامض. ومشي كأنه مش فارق معاه حاجة. الثعلب كان قدامه 3 اختيارات: لا إما يوصل للعنب، لا إما يعترف إنه مش قدها ومش شاطر كفاية، أو يخلق لنفسه تفسير جديد يحسسه إنه مش خسران حاجة. لما تختار تبرر وتخلق معتقد يناقض اللي كنت مؤمن بيه، هنا هيظهر التنافر المعرفي. مثال: لو دخلت انترفيو لشغل وما اتقبلتش، ممكن تقول لنفسك ايه؟ الشركة اصلا وحشة، وانا كنت اكبر منها، وكمان الفلوس قليلة. وده كله عشان تهدي احساس الخسارة اللي جواك. تخيل انك شايف الاغنياء جشعين واشرار، بس جواك نفسك تبقى غني. هنا التنافر بيعمل قلق وتوتر جواك، ولو فضل يزيد ممكن يجيب لك اكتئاب. لو لاحظت ان في تنافر جواك، لازم تختار: يا اما تغير المعتقد يا اما تغير السلوك. زي ما قال رولف دوبلي: ممكن تلعب دور الثعلب الذكي زي ما انت عايز، بس مش هتاكل العنب بالطريقة دي. الفخ التاني، تأثير الأضواء. عمرك وصلت الشغل متأخر 5 دقايق وتحس إن كل الناس باصين عليك؟ أو دخلت جيم لأول مرة وتحس إن كل العيون عليك؟ أو كنت بتاكل في مطعم ونقطة صلصة وقعت على قميصك وتحس إن كل الناس شايفينك؟ ده اسمه تأثير الأضواء. عقلك بيخدعك ويخليك تفتكر إن كل الناس مركزين معاك، بس الحقيقة ولا حد فارق معاه قد ما أنت متخيل. الناس مشغولة بنفسها أكتر بكتير من إنهم يلاحظوا التفاصيل الصغيرة دي، فريح دماغك وما تديش الموضوع أكبر من حجمه. الفخ التالت، تأثير التثبيت. لما حد يطلب منك تخمن حاجة، خلينا نقول عدد سكان روسيا، عقلك بيبدأ يستخدم نقاط مرجعية. نبدأ بشيء نعرفه قبل كده، خلينا نقول إن العدد أكتر من 1 وأقل من 7 مليار، وأقل من عدد سكان الصين. بناخد النقاط المرجعية دي وبعدين نستكشف المجهول، وللأسف بنستخدم التثبيتات دي حتى لو ما كانتش ضرورية. مثال: إيه هو ارتفاع أطول شجرة؟ لو سألنا مجموعة ألف هل ارتفاعها أكتر ولا أقل من 1200 متر وبعدين خدنا إجاباتهم، وسألنا مجموعة باء هل ارتفاعها أكتر ولا أقل من 300 متر وخدنا إجاباتهم، في النهاية نحصل على إجابات مختلفة جدا بسبب تأثير التثبيت. لكن هذا التأثير لا يقتصر على الأرقام المنطقية فقط، فبحسب كانيمان حتى التثبيتات العشوائية يمكن أن تكون فعالة بنفس قدر التثبيتات المنطقية. مثال: محل حاطط قميص ب1000 جنيه قدام المحل، عشان لما تشوف قميص ب500 جنيه جوه المحل تحسه ببلاش. حاول تحط معاييرك قبل ما تتأثر. الفخ الرابع، تأثير الهالة. قابلت حد شيك وكلامه حلو، فجأة عقلك يقولك إنه ذكي وناجح وجدع. أو شفت نجم مشهور فافتكرته إنه أكيد شخص طيب. ده اسمه تأثير الهالة. عقلك بيعمم الانطباع الأول على باقي الحاجات من غير دليل. يعني لو عجبك شيء واحد في شخص ما زي جماله أو طريقة كلامه، تبدأ لا شعوريا بإسناد صفات إيجابية أخرى ليه، حتى لو ما عندناش دليل عليها. مثال بسيط: لو سألتك وقلت لك إيه رأيك في الشخصين دول؟ أحمد ذكي ومجتهد ومتهور وناقد وعنيد وحسود، وأشرف حسود وعنيد وناقد ومتهور ومجتهد وذكي. نفس الصفات بالظبط، بس لأن الإيجابيات جت الأول عند أحمد، عقلك هيكون ميال لي أكتر. الانطباع الأول يصنع الهالة، بتنور باقي الصورة. والتأثير ده بيحصل في كل مكان، زي الانترفيوز، تقييم المنتجات، وحتى في السياسة والإعلانات. إزاي تحمي نفسك من فخ تأثير الهالة؟ 1. افصل بين الصفات، ما تسمحش لميزة واحدة إنها تغطي على باقي العيوب. 2. اسأل نفسك: هل الشخص ده عجبك ولا جزء منه هو اللي عجبك؟ 3. خد وقتك في الحكم وتأكد إنك شايف الصورة كاملة. لا تنخدع بالبريق، أحيانا الهالة تخفي الحقيقة. وزي ما بنقول بالعامية: مش كل اللي يلمع دهب. الفخ الخامس، مغالطة المقامر. جرب إنك تجيب كوين أو جنيه، رميت العملة أول مرة وطلعت ملك، ترمي تاني طلعت ملك، ترمي تالت برضه ملك، فتقول في بالك أكيد المرة الجاية كتابة. العملة المعدنية ما عندهاش ذاكرة، كل رمية مستقلة عن اللي قبلها. احتمال ملك أو كتابة دايما 50% مهما حصل. وهنا العقل بيقع في فخ اسمه مغالطة المقامر، وهو الاعتقاد الخاطئ بأن الأحداث العشوائية تتوازن تلقائيا بمرور الوقت. والخطأ العقلي ده مش بيقتصر على المقامرين بس،
حتى في الامتحانات. لو جاوبت بيه مرتين تحس لازم تختار ايه في السؤال التالت عشان يحصل فيه توازن. حتى القضاة ممكن يقعوا في نفس الغلطة لما يتعاملوا مع قضايا متكررة. وخليك واعي واعرف ان العشوائية مش بتصحح نفسها. ازاي تتجنب مغالطة المقامر؟ واحد، افهم ان الاحداث العشوائية لا تتبع منطق التوازن الفوري. اتنين، فكر بلغة الاحتمالات مش بالتوقعات العاطفية. تلاتة، دايما اسأل نفسك هل الحدث فعلا مرتبط باللي قبله؟ لو لأ، خد بالك عقلك ممكن يكون بيلعب معاك. الفخ السادس، تأثير التباين. رحت معرض عربيات وأول عربية شفتها ب80,000 دولار. بعدين البياع عرض عليك كراسي جلدية ب3000 دولار بس. ال3000 جنب ال80,000 بقى ولا حاجة. وده اسمه تأثير التباين. عقلك ما بيقيمش الأشياء بشكل مستقل، لكن بيقارن الشيء الحالي باللي قبله مباشرة. والنتيجة قرارات مشوشة وأحكام غير منطقية. نفس الكلام بيحصل لما تيجي تشتري هدوم. لو شفت قميص بسعر 200 ريال هتحس إنه غالي. لكن لو اشتريت قبله جاكيت ب1000 ريال فالقميص هيكون ليك صفقة ممتازة. رغم إن سعره ما اتغيرش، لكن إدراكك هو اللي اتغير. حتى في العلاقات، بعد تجربة فاشلة أي حد لطيف بعديها بيبان كأنه ملاك. مش عشان هو مثالي، لكن عشان أحسن من الماضي. وعشان تتجنب الفخ ده، قيم كل حاجة لوحدها واسأل نفسك لو كنت شفت دي الأول كان هيكون رأيك فيها إيه. ودايما خليك عارف إن العرض الأرخص بعد العرض الأغلى قد لا يكون الأفضل. الفخ السابع، الانحياز التأكيدي. عقلك مش بيدور على الحقيقة، بيدور على اللي يريحك. لما بتؤمن بحاجة دماغك أوتوماتيك بيركز على كل حاجة بتأيد الفكرة دي وبيتجاهل أي حاجة بتتعارض معاه. زيه زي محامي بالظبط شغال عشان يثبت إنك صح مش عشان يدور على الحقيقة. مثال، لو مقتنع إن نوع أكل معين وحش هتلاقي نفسك بتدور على دراسات تقول إنه مضر وتتجاهل أي دراسة تقول العكس. ولازم تبقى عارف إن السوشيال ميديا بتزود ده مليون مرة وبتوريك اللي يشبه أفكارك بس وتبعدك عن الرأي التاني. إزاي تتجنب الفخ ده؟ ما تدورش بس على اللي يأكد رأيك، لكن اسأل نفسك ماذا لو كنت مخطئا؟ اتنين، اقرأ من مصادر متنوعة واستمع لوجهات نظر مختلفة. تلاتة، ناقش الأفكار وليس الأشخاص. ولو بقيت واعي لانحيازك هتبقى مفكر حقيقي. الفخ الثامن، ظاهرة بايدر ماينهوف. تخيل إنك اتعلمت كلمة جديدة، فجأة تحس إنك بقيت تسمعها في كل حتة. الموضوع مش إن الكلمة ظهرت فجأة، أنت اللي بقيت مركز عليها. عقلك بيركز على الحاجات اللي لسه منتبه ليها والباقي بيتجاهله. الفخ التاسع، تأثير زيجارنيك. دايما بنفتكر المهام والحاجات اللي لسه مخلصناهاش ولكن بننسى بسهولة المهام المكتملة. ببساطة، المهام غير المكتملة بتفضل في ذاكرتك لفترة أطول من المهام المكتملة. في الأول كانوا بيعتقدوا إن الطريقة الوحيدة للتخلص من تأثير زيجارنيك هي إكمال المهام غير المكتملة. لكن في أبحاث اتعملت ووجدوا إن يكفي وجود خطة لإنجاز المهمات اللي عليك أو تكتبها على ورقة. ده بيكون كافي عشان توقف التأثير ده. عشان كده لو لقيت نفسك صاحي بالليل وقلقان بسبب المهام اللي لسه مخلصتهاش، هات ورقة وقلم واكتب خطة سريعة لإنجاز المهمة. طلع المهام من دماغك وحطها على الورق، وده هيقلل من تأثير الفخ ده ويديك راحة نفسية أكبر. الفخ العاشر، مفارقة الاختيار. في أحد المحلات لبيع المربى عملوا تجربتين. في التجربة الأولى كان في 24 نوع مختلف من المربى تقدر تدوقها وتشتريها بسعر منخفض. وفي التجربة التانية كان في بس 6 أنواع من المربى تقدر تدوقها وتشتريها برضه بسعر منخفض. في التجربة الأولى العرض جذب 60% من المتسوقين، لكن فقط 3% منهم اللي اشتروا المربى. وفي التجربة التانية جذب العرض 40% من المتسوقين، لكن 30% منهم اشتروا المربى. على الرغم ان عدد كبير من المتسوقين انجذبوا للتجربة اللي فيها اختيارات اكتر، إلا إن عدد المبيعات كان أعلى ب10 مرات في التجربة التانية اللي فيها عدد اختيارات أقل. ودي هي مفارقة الاختيار. بالنسبة لمعظم الناس بيشوفوا إن وجود عدد كبير من الاختيارات على إنه ميزة، ولكن بمجرد إن يتجاوز عدد الاختيارات حدا معينا بيتحول الأمر إلى حالة سلبية ذاتيا، وبيؤدي إلى شلل داخلي وإرهاق في اتخاذ القرار. على العكس تماما، لما بنواجه عدد قليل من الاختيارات بنقدر بسهولة نوازن بين الإيجابيات والسلبيات، وبنحس بدرجة عالية من الرضا عن الاختيار اللي خدناه. لكن لما بنواجه عدد كبير من الاختيارات بيكون من الصعب معرفة الاختيار الأفضل. وكل لما يزيد عدد الاختيارات بيزيد احتمالية الشعور بالندم، ويخلينا في حيرة ومقارنة مستمرة بين الاختيارات الكتير. وكل ميزة جذابة في الاختيارات التانية بتقلل من رضاك عن الاختيار النهائي حتى لو خدت أفضل قرار. وغالبا يؤدي تعدد الاختيارات إلى عدم اتخاذ أي قرار على الإطلاق، ويخليك تتخلى عن الفكرة نهائيا. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. وانتظروا الجزء التاني من السلسلة دي. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.